مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة بايثون بالعربي. في الفيديو ده هنتكلم عن واحدة من أقوى هياكل البيانات في بايثون وهي القواميس. ما هو القاموس؟ هو نوع من أنواع البيانات بيخزن أزواج من المفاتيح والقيم key و value. تعال نشوفهم مثال معانا. عندي قاموس سميته بيرسون، والقاموس بيكون ما بين أقواس كيرلي براكت. تمام؟ بيتكون ما بين key و value. ادي الكي وادي الفاليو. تمام، بيكون عبارة عن كي وفاليو. طب انا لو عايز اطبع حاجة موجودة في كي، عايز اطبع مثلا احمد، اقول له برنت بيرسون وبعدين اقول له النيم. ماشي، تعال رن الكود كده هيطلع لي احمد. تمام، دي لو عايز اوصل لكي موجود في ديكشنري. تمام، في دالة برضو مهمة عندنا اسمها get. اقول له برنت بيرسون دوت get، اقول له ايميل، ولو مش موجود اقول له نوت فاوند. تمام، تعال رنه كده. هو كده كده الايميل مش موجود عندنا ككي، هيقول لي نوت فاوند. طب انا لو عملته، شوف هيقول لي ايه. هيقول لي ب20، يعني معناه اللي هو موجود وطلع لي القيمه بتاعها. طب ايه الفرق ما بين ديت وديت؟ ديت لو انا حطيت حاجه كي مش موجوده عندنا في الديكشنري ده هيطلع لي ايرور. تمام، هنا بيطلع لك شغل بانتظام، موجود هيطلعه لك، مش موجود هيقول لك نوت فاوند. تمام، برضه عندنا في الديكشنري في حاجه اسمها التعديل والاضافه. تمام، برضه عملت ديكشنري، ولو عايز اعدل فيه اقول له بيرسون، وبعدين اشوف الكي اللي انا عايز اعدل فيه الفاليو بتاعته. مثلا هو كبر سنه، هخليه 21. قررنه كده، شوف هتلاقي عدل لي الكي وخلاه لي 21، عدل لي الفاليو وخلاها كام؟ 21. طب برضه لو عايز اضيف، تعالى نقفل الكود ده. وانا لو عايز اضيف اروح اعمل الكي بتاعتي واقول له الفاليو بتاعتها بكام او بايه. تمام عررنا الكود كده اهو، شوف ضاف لي الايميل والقيمه بتاعته. برضه عندنا في الديكشنري في الحذف. عندنا الحذف بطريقتين، يا اما بدل او ببوب. بوب احنا خدناها في الليست. برضه عملت قاموس وعايز احذف كانتري، اقول له ديل بيرسون كانتري. شوف حذف لي كانتري بالفاليو بتاعتها. تمام، طب انا لو عايز احذف ببوب، برضه هقول له بيرسون دوت بوب واشوف الكي اللي انا عايز احذفها. تعال نشوفه كده اهو، حذف العمر. تمام، هما الاتنين يعتبر شبه بعض. تمام، برضه عندنا دالة اسمها لين، دي بتعرف لي عدد العناصر اللي موجودة في القاموس، احنا خدناها في الليست. تمام، احنا عندنا كم عنصر؟ 3 عناصر، يبقى هيطلع لي 3. تمام، في دالة برضه عندنا اسمها ان، دي بتعرف لي العنصر موجود، الكي موجود في الديكشنري ولا مش موجود. لو قلت له الكي اللي هو نيم موجود في بيرسون ولا لا، شوف هيقول لي ايه. هيقول لي ترو. طب انا لو قلت له حاجه تانية مش موجوده، شوف هيقول لي ايه. هيقول لي فولس. تمام، برضه عندنا التكرار في الديكشنري. انا لو عايز اطبع كل الكيز اللي موجوده في الديكشنري ده اقول له فور كي ان بيرسون دوت كيز برنت الكي، مر لي على كل كي موجود في بيرسون واطبعهم. شوف طبع لي كل الكيز الموجوده في بيرسون. طب انا عايز اطبع كل القيم اللي موجوده في الديكشنري ده، اقول له for value in person dot values وبعدين برنت الفاليو، يعني مر لي على كل قيمه موجوده في الديكشنري ده واطبعها لي. تعال نشوفه كده، طبع لي كل القيم الموجوده في القاموس ده. فانا لو عايز اطبع كل الكي والفاليو الموجوده في القاموس ده، ماشي بنفس الشكل موجود كده بالظبط. برضه عملت قاموس اهوت، وبعدين اقول له for key وvalue in person دوت item برنت الكي والفاليو،
يعني مر لي على كل الكي والفاليو اللي موجودة في القاموس ده واطبعهم. ايتم ديت هي اللي تطبعهم لي زي نظام كي وفاليو كده. تعالى نشوفه كده. او طبع لي النيم احمد. تمام. اخر حاجة عندنا في القواميس وهي القواميس المتداخلة. ماشي. عملت قاموس وحطيت فيه طالبين. شوف انا عايز احط كمان طلاب تاني عادي يعني، بس دي مثال سريع يعني. ستودنت الاول، وبعدين النيم بتاعه، وبعدين الدرجة بتاعته. ستودنت التاني، وبعدين النيم بتاعه، وبعدين الدرجة بتاعته. وانا عايز اطبع اسم الطالب الاول، فقلت له برنت اسم الديكشنري بتاعي والطالب الاول وبعدين النيم بتاعه. شوف هيطلع لي ايه. هيطلع لي الفاليو اللي هي عالي. تمام. لو قلت له الطالبة التانية اللي 2، شوف هيطلع لي ايه. طلع لي صار. تمام. وبكده نكون فهمنا يعني ايه قواميس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.